عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين ومتابعينا في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل حبة زيتون في منتهى الجمال، الزيتون الاسمر اللي على اصوله، وهنسهل على بعض كل حاجة النهارده. شايفين جميل ازاي؟ كل ده هنخلله بس في 3 مراحل، مش هياخدوا من وقتنا ولا اي حاجة. يلا بقى نسمع على الرسول ونشوف الزيتون الجميل دوت اتعمل ازاي. بصوا حبايب قلبي، طبعا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، انا غسلته طبعا ونضفته، شلت طبعا الطري من الجامد، يعني ايه بمعنى اصح فرسته تمام، وحطيته بقى في ميه وفلقته كده، بس فلقه بسيطه كده، يعني غزه بسيطه كده من النص كده اهوت، وحطيته في ميه يوم كامل تمام كده اهوت. وصفيته وغسلته جامد بقى مره واتنين وتلاته عشان المراره، وصفيته زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه كده اهو. انا هجيب بوله دلوقتي، هنمشي مع بعض خطوه بخطوه تمام كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احط زي ما انتوا شايفين كده، دي معلقه كبيره، احط يعتبر معلقه ونص كبيره من الملح، وهقلبه كده اهوت لحد ما اشربه من الملح تمام كده اهوت. انا عملته كده الصبح بدري، تاني يوم بقى لحد تاني يوم بالليل هسيبه كده في مرحلة الملح كده لحد ايه، من الصبح لحد تاني يوم بالليل تمام كده اهوت. تمام اوي كده اهو. شايفين؟ طيب بعد ما خلصت بقى ايه، خد ليلة كاملة. تاني يوم مسكته غسلته تحت الحنفية، بص مش قادرة اقول لكم. تمام كده اهوت. وصفيته على مصفى، وهنقله بقى كده اهو ايه، في بولة. شايفين بقى المرارة اللي نازلة منه اهو. تمام اوي كده اهوت. برضه انا مش عايزه ايه اطول عليكم في الفيديو، بس انا بشرح لكم واحده بواحده ايه كده تدريجيا. تمام اوي كده. هحط عليها كده اهو زي ما انتوا شايفين كام معلقه من الملح اهوت، معلقه كبيره برضه في معدل معلقتين من الكبار، وبرضه هلفه بالملح كده اهو. تمام او كده، واسيبه برضو يوم كامل تمام. هاجي بقى هنا ايه المرحله ايه، انا عندي طبعا زي ايه شاشه كده خفيفه جدا، وحطها في مصفى، وحط عليها ايه طبق من تحت عشان ايه يصفي المراره تاني. وهسيبه برضو يوم كامل، يعني مثلا برضو لو انا عملته مثلا من بالليل، تاني يوم بالليل، لو عملت الصبح يبقى تاني يوم ايه الصبح تمام كده اهوت. وهربطه جامد قوي كده لحد ما ايه ينزل العصارة اللي فيه. وبرضو لو اي ايه رطوبة ولا حاجة تطلع معايا ايه تتعمل مع الشاشة ديت، تطلعها وتطلع اي رطوبة فيها، وتطلع ايه المرارة اللي فيها ديت، تصفى ايه في الطبق. تمام اوي كده اهوت. هجيب بقى حاجة كده زي تقيلة كده اهوت، هجيب طبق واحط عليها ايه رتل من المية كده زي ما انتوا شايفين اهوت، واسيبها برضو ايه يوم كامل. تمام اوي كده اهوت. تمام بعد ما خلصنا من اليوم كامل اهوت، هوريكم برضو المرارة اللي نزلت منه. شايفين؟ تمام اوي كده اهو. تعالوا بقى نفتح الشاشة ديت، هو يبقى ديبل شوية، بس كل دوت في التخليل هيرجع زي ما هو طبيعي. وبرضه هوريكم برضو المرحلة ديت. بسم الله. هفضي بقى ايه الشاشة ديت في بولة كده. تمام اوي كده. شايفين عامل ازاي؟ ولا في اي رطوبة ولا في اي مية، زي ما انتوا شايفين اهوت، وما شاء الله عليه. شايفين؟ اه ده اللي احنا ايه عايزينه. تعالوا بقى نيجي ايه في مرحلة التخليل بقى، اللي احنا ايه خلاص بقى كده اهوت، وظفناه 3 ايام مع بعض اهوت ورا بعض كده تدريجيا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك يا رب في اللي احنا بنعمله. كوباية من عصير الليمون، وكوباية من الزيت، الزيت العادي، بس نستخدم نوعية ايه تكون حلوة ونضيفة. تمام. و3 معالق كبار من الخل، وطبعا ربع كوباية من الزيت الزيتون. لو مش عندك زيت زيتون مش متوفر، مش هنقف على اي حاجة، مش هيقول لا. تمام كده اهوت. تمام. هقلب طبعا كل الكلام الجميل دوت. شايفين؟ مفيش ولا اسهل من كده ولا ابسط من كده. تمام او كده. ما شاء الله عليه، اللهم بارك، الله اكبر عليه. تعالوا بقى عندنا ايه كده برطمان كده اهوت، انا طبعا مغسوله اهوت ومعقماه. تعالوا بقى ايه نفضي الكلام ده كله الجميل في البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه، ما شاء الله عليه. تمام اوي كده. بعد ما فضينا طبعا الكميه، هنيجي بقى ايه للعصاره اللي هي بقى الليمون والخل زي ما انتوا شايفين، والزيت الزيتون،
والزيت العادي كل ده هنفضيه في نفس البرطمان اللي هو ايه في الزيتون. تمام اوي كده اهوت. تعالوا بقى نعمل ايه محلول الملح. تمام كده، افضي بس نص ايه، نص الرتل كده اهوت، يعني رتل الا ربع كده قبل ما احط الملح. تمام اوي كده. احط 5 معالق هرمية من الملح. ارجع احط واحدة تاني. تمام اوي كده. يا ريت تكون ميه معقمه مغليه ومبرداها بتكون افضل. وطبعا هغطي البرطمان، بس هسيب ايه حاجات بسيطه كده من عارفوه، عشان أنا طبعا عندي طبعا برضو ربع كوبايه من زيت الزيتون زي شايفين. بس انا ايه هرج طبعا كل الكلام الجميل ده كله عشان يبقى ايه كل الحاجات اللي فيها ديت تندمج مع بعضيها. تمام اوي كده. هرجع تاني بقى افتحه، احط بقى عليها ربع كوبايه من زيت الزيتون. تمام اوي كده. وهكمره بقى ايه بقشر الليمون. ده بقى ما شاء الله يقعد معاكي شهر ونص تاكلي منه. يعني بقى عزه اللي يعيش ويحيينا ويحييكوا ربنا على رمضان تاكلي منه، يبقى عسل مع الزيتون الاخضر اللي احنا مخلينه ان شاء الله بامرك يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب. تمام اوي كده. هقفله بقى كده وهحط حاجة عليه من تحت كده زي اي برطمان بلاستيك عندي كده او علبة، عشان لما الزيت يفور ما يبهدلش الدنيا. شايفين ما شاء الله عليه. ده شكل النهائي معاكم يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين سهلنا على بعض كل حاجة النهاردة، وما خدناش من وقتنا اي حاجة، وصحتين وهنا على قلبكم يا رب. يلا بقى يا حبايب قلبي، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش بقى شير ولايك واشتراك في القناة عشان تنزل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.